تسلمت الخطوط الجوية التونسية طائرات إيرباص A330 ذات الحجم الكبير والهيكل الواسع من أجل تعزيز أسطولها، خاصة على مستوى الخطوط البعيدة. شركة الخطوط الجوية التونسية دخلت في مرحلة تطوير أسطولها الجوي من الباب الكبير بشراء طائرة إيرباص A330 لتكون أول شركة طيران تونسية تمتلك هذه الفئة من الطائرات. عملية إتمام الصفقة وتسليم الطائرة تمت في مقر شركة إيرباص بمدينة تولوز بحضور وفد تونسي رفيع المستوى. ناويين باش نستغلوها احنا في مرحلة أولى على باريس، ومن بعد ناويين باش نستغلوها على اسطنبول، على نواكشوط اللي هي فيها ان ترافيك امبورطون. الطائرة هذه والشراءات المقبلة هي باش تسمح لنا حقيقة باش ننفذوا توجهنا السياسي، يعني بناء علاقات جديدة مع القارة الإفريقية اللي بالنسبة لنا احنا تمثل أولوية. الA330 والمصنوعة بنسبة كبيرة من هياكل وآليات منتجة في تونس بمعمل استيليا بالمغيرة، تتميز بسعة مقعدية عالية تبلغ 266 مقعدا، بالإضافة إلى أن سعة تخزين الوقود تمكنها من قطع 13,000 كيلومتر دون انقطاع، أي ضعف ما تقوم به الA320، كما توفر وسائل ترفيه متنوعة طوال السفر، وهو ما يجعلها مهيئة للرحلات المتوسطة والطويلة المدى بتكاليف منخفضة. تقريبا كل مطارات العالم جاهزة لاستيعاب هذه الطائرة ولإيجاد كل حلول الصيانة والدعم. بهيكلها الأنيق وخدماتها المتنوعة تختزل طائرة الA330 الراحة والرفاه والأمان. طائرة أولى ستليها طائرة ثانية الشهر المقبل في أسطول الخطوط التونسية لتحقق تونس نقلة نوعية في مجال الطيران المدني. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية من طائرة الA330 مطار تولوز.